السلام عليكم. الكلام دلوقتي عن اعتذار وسام أبو علي. أنا شايف إن هي خطوة جميلة. ليه؟ إحنا كنا مختلفين، الأهلي ووسام، وكل واحد كان له هدف، وواحد في النهاية حقق هدف التاني، بمعنى الأهلي وجماهيره متمسكة بوسام. طيب يا وسام، إحنا عايزينك، أنت راجل كابتن كبير ولاعيب كبير، وإحنا محتاجينك في الفترة اللي جاية بعد تألقه في كأس العالم. وكان في حب كبير إن في شغل، في نتائج هتحصل في الفترة اللي جاية، وسام هيبقى وسام اللي احنا نعرفه. وسام قلنا قبل كده إنه كان ناوي بعد كأس العالم إنه يحترف، إنه يغير اتجاهه ويختار طريق تاني غير الأهلي. وأعتقد ناس كتير كانت بتلعب كأس العالم من فرق من دول مختلفة، كان سبب من أسباب تألقها إن هي بتحاول تبحث عن عقد احتراف أفضل من اللي هي فيه. حسام جاب 3 أهداف في ماتش بورتو، والجرايد كلها اتكلمت عنه، وجات له فرص احتراف في الخليج والنادي الأمريكي اللي حصل معاه اتفاق في الفترة الأخيرة. اللي حصل إنه اختلاف الإرادات، إرادة الأهلي وإرادة وسام، حصل بها صدام. بمعنى تمسك الأهلي الشديد بوسام خلى الناس تسأل، الأهلي مش من عادته أصلا إن هو يجبر حد إنه يلعب غصب عنه أو إنه يضغط عليه بالشكل ده. وفي نفس الوقت وسام خد قراره، أنا راحل ومحتاج ألعب في أمريكا، عايز تأشيرة أمريكا، عايز أعيش في أمريكا. كان نتيجة الكلام ده إنه حصل الاتفاق بين الأهلي ونادي كولومبوس بحضور الوكيل، وتفاصيل الاتفاق اللي حصل فيها عقد الاحتراف 7.5 مليون دولار، والبونص النتائج 2 مليون دولار، و15% نسبة إعادة البيع. دي آخر حاجة وصلوا للاتفاق مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي. الأهلي كان عايز أفضل ومبالغ أعلى. اللي حصل إن وسام تنازل عن 300,000 دولار مستحقاته في الأهلي عشان ينجح الصفقة دي. بما إن النادي الأمريكي رفض يعلي المبالغ والنسب، فما كان من وسام إلا إنه يتنازل عن 300,000 دولار ويحاول إنه خلاص نوصل لاتفاق والتوقيع يوم الاثنين القادم إن شاء الله. على هذا الأساس جاء فيديو الاعتذار على موقع الأهلي. الراجل بيتكلم كلام منطقي، أنا كنت تحت ضغوط أسرية، وإن أنا ما أنساش فضل الأهلي، وإن أنا كبرت في الأهلي، والأهلي نادي كبير، نادي عريق، وشرف لي إن أنا ألعب فيه. وأنا طبعا زعلان إن أنا زعلت الجماهير، لكن أنا ما أقصدش، أنا راجل عايز أحترف. وحصل الخلاف ده، ممكن الطريقة ما كانتش أحسن حاجة، لكن اللي حصل إنه غصب عني كان في ضغوط عليا، فكان نتيجتها بعض المواقف والتصريحات المش لطيفة اللي سببت إزعاج وزعل من الجماهير. الفيديو كويس، إنه يعمل فيديو حاجة كويسة، وإنه نتكلم كلام كويس، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. إن تيجي تعتذر وتحاول تتصالح مع الإدارة، تصالح مع الجماهير، أهم حاجة تقول لهم أنا بحبكم زي ما أنتم بتحبوني، وأنا بحترمكم زي ما بتحترموني، وبحترم النادي الأهلي ونادي كبير ونادي عريق، وأنا كبرت عندكم واتشرت عندكم بس سامحوني، أنا محتاج أحترف. فالفيديو كويس، وانا شخصيا مش زعلان من وسام. يعني وسام ان هو يروح يدور على مصلحته ويدور على الفوائد بتاع الراجل، هياخد 4 مليون دولار في السنه، يعني ده مبلغ طبعا. قيمه العقد بتاعه ويلعب في امريكا وعقد مغري، ويكفي ان هو يعتبر اعلى عقد في الدوري المصري لغايه دلوقتي، بيع او شراء، يعني اشتريت من بره او بعت لبره. فدي تحسب للنادي الاهلي انه اصبح نادي كبير دلوقتي في صفقات اللعيبه، بتجيب اللاعب ب1.5 مليون ولا 2 مليون، وبتبيعه ب5 و6 و7 و8. اذا انت الناس بتكبر عندك، الناس بتستفيد عندك، الناس انت بتكبرهم فبتستفيد من وراهم. يعني الاهلي استفاد وكسب طبعا كتير من الصفقه دي. هو الاهلي لا يبحث عن المال اكتر ما بيبحث عن الخامه الطيبه. وسام خامه كويسه جدا، فكان الاهلي يستفيد بيه في البطولات اللي جايه.
من غير فلوس ومن غير، لكن طالما كده انت كده كده ماشي، طب تعالى بقى ناخد حقنا وانت تاخد حقك. وانتهت الصفقه على هذا الاساس، ومنتظرين التوقيع يوم الاثنين القادم بحضور الوكيل والنادي الامريكي. الفيديو خطوه كويسه ولازم نتقبلها، لازم عاطفه الجماهير مع وسام تتقبل فكره الاعتذار. الراجل بيعتذر عن الطريقه، عن الاسلوب، انه ما كانش ينفع بالشكل ده. بس واضح انه الراجل كذا مره اوضح انه عايز عايز عايز، وقال متمسك، فكان نتيجه العصبيه اللي حصلت ديت انه خلاف الارادتين ده اللي حصل، الصدام. فما كان الا انه يدفع الثمن هو والنادي الامريكي ويتنازل عن مستحقاته عشان الصفقه تتم، والاهلي يحاول يدور على بديل زي او افضل من وسام. وكده تبقى صفحه وسام ابو علي انطوت وانتهت مع خطاب اعتذاره وتصالحه مع النادي ومع الجماهير. من الاخبار اللي برضه ظهرت في الفتره اليومين اللي فاتوا ان علي معلول دلوقتي في تقارير، علي معلول في تقارير تونسيه بتقول انه راجع لنادي الصفاقسي وبيسافر هناك دلوقتي، وبيحاول ان هو يخلص اجراءات الكشف الطبي واللياقه لانضمامه للصفاقسي، ويحاول ان هو يلعب ويستمتع باللعب في النادي العريق ده اللي لعب فيه واحنا جبناه قبل كده، وما شاء الله بقى اسطوره في النادي الاهلي. ولكن الزمن لا يرحم ومفيش حد بيستمر الابد، لازم كل بدايه لها نهايه، ونتمنى له التوفيق. علي معلول من الناس الرائعين قويا واخلاقيا وربنا يوفقه. امبارح كان في تجربه في معسكر تونس، لعب الماتش مع الملعب التونسي. الماتش كان كويس كتجربه ادائيه، والمدرب خوسيه روبيرو بيحاول ان هو يظبط مراكز اللعيبه ويحاول ان هو يشوف الناس مستوياتها وادائها في المراكز ديت، مراكز الناقصه، الناس اللي هتكمل، الناس اللي هتمشي. فكانت تجربه رائعه اللي حصل امبارح، بغض النظر عن الخطا بتاع الشناوي. روبيرو جلس مع الشناوي واكد له دعم الجهاز الفني للشناوي، وانه هو كابتن فريق والحارس الاول، ويتمنى انه يكون اكثر تركيزا في الفتره الجايه عشان يستمر في هذه المكانه. اللعيبه اللي ظهرت في ماتش الودي مع الملعب التونسي، في لعيبه بصراحه يعني ظهرت وكانت حصلت على رضا من خوسيه روبيرو، كريم فؤاد ومحمد شريف طبعا كاول مباراه له بعد رجوعه من احتراف في الخليج، ياسين مرعي ونبيل كوك. الرباعي ده استقر عليهم خوسيه روبيرو انه ادائهم كويس في المراكز بتاعتهم حتى الان. فدي ميزه التجارب الوديه اللي بتحصل مع بعض الانديه في خلال استراحه المعسكرات الصيفيه بين المواسم، عشان تقدر توصل للناس اللي انت محتاج تكمل والناس اللي انت محتاج تشتري عشان تحاول تعوض النواقص اللي عندك. طبعا احنا عارفين ان خوسيه روبيرو كان طلب من الاهلي مهاجم سوبر بنفس مستوى وسام ويعوض غياب وسام، وده الاهلي بيحاول بيه دلوقتي انه يجيب حد مكان وسام بنفس او احسن عشان يغطي غيابه. غير انه بدا يتعرف على اللعيبه ويعرف الامكانيات بتاعتهم ويحاول انه يفرض سيطرته ويدير المكان بشخصيته على الناس، خاصه الاهلي مدجج بالنجوم، غرفه الملابس مع النجوم كتير بتحصل فيه قلق، فلازم يكون في كنترول مع مدير الكوره على النجوم دي عشان تقدر تسيطر عليهم وتفرض شخصيتك. وده اللي حصل في المعسكر في الماتش بتاع امبارح، وبيتطور مع كثره الماتشات وكثره التجارب. ده غير الكلام انه روبيرو طلع 4 من حساباته، الاربعه دول طبعا احمد عبد القادر اللي كان له فرصه تجربه مع الخلود السعودي وما لسه ما كملتش، احتمال ما تكملش، بيدور على فرصه ثانيه. وعندك رضا سليم برضه خرج من حساباته. الحارس مصطفى مخلوف بيتكلموا على انه يحصل فيه اعاره بحيث ان هو يطور من نفسه بدل ما يقعد احتياطي فتره طويله. عندك برضه اعاره لاحمد خالد كباكا، احمد خالد كباكا محتاج ان هو برضه كلاعب شاب اعاره بحيث انه يطور من نفسه بدل برضه يقعد فتره طويله من غير لعب. والمهاجم سمير محمد، كل الناس دي بدل ما تقعد احتياطي وتصدي على دكه الاحتياطي تخرج وتلعب وتظهر بره وتطور نفسها وتيجي تاخد مكانها في الاهلي. دي كانت اخبارنا لغايه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله.